بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين من كافة أنحاء العالم والوطن العربي وجمهورية مصر العربية، معكم محمد فتحي الله من على قناة اليوتيوب واسم الشهرة محمد فتحي. أولا نقول ألف مبروك للمنتخب السنغالي وهارد لك لمنتخب الفراعنة منتخب مصر المباراة الماضية بالخسارة بهدف دون رد، ومش عارف أقول إيه للحكم للأسف يعني على تضييع الوقت ولينا ضربة جزاء ولاعيبة السنغال يعني على الاستفزاز من لاعيبة أفريقيا. ويعني المباراة برضو الماضية كان الكاميرون والمغرب، يعني قبل ما نيجيريا تلاعب المغرب، وكان المباراة يعني الدور الإقصائي مفروض من الاتحاد الأفريقي أنت كان عندك حكام مصريين كنت هيديروا مباراة كوديفوار ومش عارف مين قبل ما نقابل احنا كوديفوار. تمام، يعني انا مش عارف الكاف عايز ايه من مصر، الاتحاد الافريقي عايز ايه من مصر. يا ريت في البطولات المجمعة بعد كده في المستقبل يعني الحكام يكونوا كفاءة، مش اي حكم وخلاص. يعني مباراة مصر والسنغال مصر ليها ضربة جزاء وما اتحسبتش، تمام، ولاعيبة السنغال بتستفز لاعيبة منتخب مصر بطريقة غير طبيعية، والحكم بيساعد في تضييع الوقت. ومفروض مش يحسب 5 دقايق، المباراة مفروض فيها 10 دقايق على أقل. يعني أنت حكم شايف اللعيبة بتوع وبتضيع وقت، وجيت رحت مطلع إنذار للشناوي ومطلع إنذار مش عارف من لمين ومن. يعني أنا مش عارف حكام بتوع أفريقيا، لا إما الحكم مع احترامي لكل الحكام وجميع الحكام اللي في البطولة مقامة على أرض المغرب الشقيقة. عايز يعني مع احترامي للأسف يعني الجملة اللي أنا أقولها، عايز تجامل ما تجاملش منتخب على حساب منتخب. يعني ماتش المغرب والكاميرون كان فيه ضربة جزاء في الشوط الأول وضربة جزاء في الشوط التاني. يعني أنا مش عارف أقول إيه للاتحاد الأفريقي والمسؤولين في اتحاد الكورة. يعني أنت دلوقتي عامل بطولة فيها 22 فريق، والبطولة أسفرت في الدور الإقصائي على الدور ال16 عن كام فرقة؟ عن 16 فريق. والدور الإقصائي عندك مباراة المغرب ومش عارف ايه، المفروض كنت تشوف المباريات الحكم اللي هيديرها وتعمل لها حكم كفاءة. عندك حكام مصريين وعندك حكام من الجابون وعندك حكام من زيمبابوي وعندك فين الحكام دي اللي ما دارتش المباريات؟ يعني مباراة مصر والسنغال لينا ضربة جزاء واللعيبة بتاع السنغال بتضيع وقت، ومباراة نيجيريا والمغرب مع احترامي لمنتخب المغرب الشقيق، بس أنا شايف نسبة مجاملة. يعني معرفش أقول إيه بصراحة. هو المنتخب المغربي عمل بطولة متعة وبطولة جميلة وكل حاجة، بس في حكام كفء، تمام، للأدوار الإقصائية عشان ما يبقاش في مجاملات لأحد، يبقى في نسبة عدالة في كرة القدم. ده اللي أنا عايز أقوله، وألف مبروك للمنتخب المغربي للصعود إلى النهائي لمقابلة منتخب السنغال أسود الترنجة أمام أسود الأطلس، وأتمنى التوفيق لمنتخب المغرب الشقيق أمام السنغال، وتحياتي لمنتخب السنغال وكل نجوم منتخب السنغال، وحيث أيضا يلعب منتخب مصر اليوم السبت أمام منتخب نيجيريا على تحديد المركز الثالث والرابع. أنا الكلام ده بقوله بكل الشفافية. مفروض البطولات المجمعة القادمة في كأس أفريقيا يكون فيها نسبة عدالة ونسبة شفافية من الحكام. عندك تقنية فار، وحكم مباراة مصر والسنغال للأسف مش عايز يرجع لتقنية الفار، وعندك 10 دقايق وقت ضايع مش عايز يحسب غير 5 دقايق وقت ضايع وبيساعد اللعيبة على تضييع الوقت. فأنا أطلب من الاتحاد الأفريقي والكاف واللجنة الحكام بتعديل اللائحة ويشوفوا حكام كفء مع احترامي لجميع الحكام، لأن كان في حكام مصريين ويزيدنا الشرف إن حكامنا المصريين بيطولوا بطولات مجمعة زي كأس أفريقيا وكأس العالم وكل البطولات المجمعة. أطلب من الاتحاد الأفريقي نسبة عدالة مش أكتر ولا أقل. تحياتي محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب، وألف مبروك للمنتخب المغربي الصعود للنهائي،
وارد لك للمنتخب النيجيري، وارد لك للمنتخب المصري الفراعنة، وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري أمام منتخب نيجيريا، وتحياتي لمنتخب نيجيريا، وأتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق أمام السنغال. تحياتي محمد فتح الله على قناة اليوتيوب. واللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، واللهم احفظ مصر وأهل مصر من كل شر ومن كل سوء. تحياتي محمد فتح الله على قناة اليوتيوب.